لأن لله لبينا ليهديك وفي المحراب صليت سألت الحق يعطينا وأن يكتب لنا مقام أهل الشهادة هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والتقوا الاستغفار فهو الخير كله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أعيرون القلوب والأسماع، فنحن على موعد مع جبر الخواطر. قل لا إله إلا الله، صل على الحبيب، أعدني قلبك وسمعك. نحن على موعد مع فرق جبر الخواطر. الله سبحانه وتعالى اسمه الجبار، ومعنى اسم الله الجبار أنه يجبر الكسور. الله يجبر الكسور ويفرق القلوب. وكم أمر تسمى به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأعلى العلي. دع الأحزان واهجرها مليا وعانت بالثرى ونهج الثريا. هي الدنيا فلا تأسف عليها وإن خاب ظنك فيها يا أخي. فلو كانت لغيرك أو لغيري لما وصلت إليك ولا إلي. وسل تلك القبور وساكنيها فقيرا كان أو ملكا ثريا. أما أطلب بظهر الأرض شتى وفي بطن الثرى ماتوا سويا. قل لا إله إلا الله، صلى على الحبيب النبي، أعدني قلبك وسمعك. الله الجبار يجبر الخواطر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي يقول له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال له اقرأ اسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فطر الوحي أياما تركه أياما لكي يتهيأ، لكي يستعد، لكي يقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، حتى قال المشركون إن رب محمد قد خلاه وإن الذي كان يأتي لمحمد شيطان. إن رب محمد خلاه أو شيطانه خلاه أو إن الذي كان ينزل عليه شيطانا. حزن النبي واحتاجوا لحظة جبر للخاطر، فنزل الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يشبه بخاطر ذلكم العبد الكريم سيدنا رسول الله. فقال له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يهدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاملا فأغنى. حصل يا رب. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهد
حديث مواساة وجبر فضل من لا ما قضيناك ما ودعناك. فاكر لما كنت يتيم واحنا جبرنا فضلك؟ فاكر لما كنت محتاج واحنا جبرنا فضلك؟ فاكر الكلام ده لما كنت بتسأل واحنا عطيناك؟ خلاص ما تخافش. يذكر الله تبارك وتعالى خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولما آذوه الأذى الشديد شتموه قالوا ساحر مجنون كذاب كاهن كذا كذا وضربوه وأثنى العاقبة وشكى لمولاه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. وساق اتهاما طويلا يخاطب فيه ربه وإذا جبريل يطرق عليه بابا في نفس الليلة ويقول له يا محمد استعد فأنت على موعد مع لقاء عظيم سبحانه وتعالى. استعد أنت على موعد عظيم مع رب عظيم سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده الليلة قبل خواطر الإسراء والمعراج قبل خواطر. سبحان الذي أسرى بعبده الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذا كان أهل الأرض قد قلوك فإن رب السماء يستقبلك يا محمد. لقد رأى من آيات ربه الكبر قبل خواطر كما قال سيدنا الشيخ ما زال البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى قبل خواطر سيدنا النبي يرى الجنة ويرى النار ويرى الأنبياء ويرى الثواب والعقاب. صلوا عليه وسلموا تسليما. جبر خواطر. ولما هاجر النبي من مكة أخرج من مكة إلى المدينة وقف على مشارف مكة يقول والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليك ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. صلى عليه. والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليك ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فنزل عليه القرآن يشبه خواطره. سيدنا النبي لما يقول لي أنزل الله عليه قرآنا يشبه خواطره فيقول إن الذي فرض عليك القرآن لردك جمعا. سبحان الله يا محمد إن الذي فرض عليك القرآن يعني إن الذي أنزل عليك القرآن فرضا يعمل بإفعل ولا تفعل فيه لردك جمعا. أرجع لمكة مرة ثانية. سبحان الله يذكر خاطر سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سألت في الدرس الماضي سؤالا وقلت كم كان عمر دعوة النبي كم كان عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال 23 بعضهم قال 23 سنة. قلت قسمها قسم 23 على مكة وعلى المدينة قسمها على مكة وعلى المدينة. فقال 10 في مكة و13 في المدينة. قلت لا العكس 13 سنة من بعث في مكة و10 سنين من الهجرة في المدينة المنورة 23 سنة. قال إن الذي فرض عليك القرآن لربك معك يواسي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم أحد وقسم النبي الجيش ووضع كل إنسان مكانه بعض الرماة تخلف عن أمر رسول الله وعصوا أمر قائد النبي عبد الله بن جبير. قال له عبد الله بن جبير معاه 50 رامي لا تطرح جبل الرماة. فإذا لأن الثغرة هي جبل الرماة فالنبي كان يقاتل في حضن جبل أحد والثغرة التي تصيبه ثغرة جبل الرماة وضع عليها 50 رامي وأمر عليها عبد الله بن جبير. سبحان الله قال لا تنزلوا ما تمشي مكانك ولو تخطفتنا الطير. يعني أن المسجد الكبير ساحته معركة أحد المعركة هكذا وقال جبل الرماة نوقف عليه الثغرة هي المكان الوحيد الذي يؤتى منه المسلمون هذا الاتجاه. أنا بقى رسل عليه 50 وفين يعمل كده محدش شعبه من هذا الاتجاه لأن المعركة هون. فلما رأى الرماة أن النبي قد انتصر والصحابة في أول الأمر نزلوا وقالوا إن في وسط الناس يلومنا سيف يلومنا حاجة
قالوا لا، قالوا وقفوا، قالوا لا، عبد الله بن جبل وقفوا، قالوا لا. فأصاب المسلمون ما أصابهم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندور بين الناس. لما أصيب المسلمون في أحد ربنا عز وجل عزاهم وجبر بخواطرهم قال ربنا سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح لو انتم زعلانين فقد مس القوم قرح مثله في بدر وتلك الأيام ندورها بين الناس. القرآن كله جبر خواطر وتشجيع المسلمين وتأليف قلوب المسلمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أول من واسى وجبر الله سبحانه وتعالى بعد ما تحب ربك بالصبر الحليم وتعني قلبك وسمعك على نعيش دقائق من جبر الخواطر في حياة سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه استشهد ابوه في احد عبد الله بن حرام. فسيدنا النبي راى جابر متبدل متغير مهموم فيه به ما به من كروب. فسيدنا النبي قال يا جابر تعالى ما لي اراك حزينا ما لي اراك مهموما يا جابر مالك في ايه؟ قال له يا رسول الله إن أبي استشهد في أحد هو يمات وترك دينا وعيالا. أنا الأخ الكبير وأبونا استشهد في أحد وسيد العيال وسيد الديون ترك مالا وعيالا. قال يا جابر أفلا أبشرك بطيب قطره برب الخواطر. قال يا جابر أفلا أبشرك؟ قال قلت بلى رسول بشرني يا رسول الله. قال يا جابر إن الله ما كلم أحدا أو شيئا إلا من وراء حجاب. إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب. وإن الله سبحانه وتعالى أحيا أباك وإن الله عز وجل أحيا أباك وكلمه كفاحا وقال له يا عبد تمنى أمنيتك إيه؟ قال له يا جابر أنت في نعمة وبعدها نعمة. ده أبوك حصل له هذا ما حصلش حاجة قبل كده. قال له إيه؟ قال له ربنا بيكلم الناس من وراء حجاب وبيكلم الخلق من وراء حجاب. ده أبوك قال ده ربنا قال لأبوك اصحى يا عبد الله بن حرام قم من الموت يا عبد الله بن حرام. فقام من الموت وكلمه ربه سبحانه وتعالى وقال له يا عبد الله بن حرام تمنى. شوف طلباتك إيه؟ قال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة ثانية. شاف اليقين بعينيه، شاف حق اليقين وعين اليقين، شاف كل حاجة. سمع ربنا كلم ربنا قال له لا الحكاية كده. الله رجعني بقى تاني عشان أقاتل في سبيله. قال له يا ابن حرام سبق القول لدي أنهم إليها لا يرجعون. ثم أنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جبر الخواطر قال له لا أنت أبوك عدت معاه ده أنت أبوك ربنا كلمه وأحياء. خذوا هات في كلام يا رأيك في الحتة دي. وجبر خواطره وسعاده في سد جواره وسعاده في زواج إخوته وأفكاره وأحاله من جبر الخواطر وصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في غزوة حنين غنم المسلمون غنائم مليارية. في غزوة حنين كان 40,000 شاة 40,000 وقيل فضة 6,000 أسير. وخد كلمة زي ما انت عاوز تتكلم بقى ملك العرب ورط حنين خطيف الطائف ورطهم. انتصر النبي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. خلاص انقلبت الهزيمة منين إلى نصر ومريم نهوبة عطانا هو سبحانه ولسوف يعطيك ربك إيه فضل. فالنبي كان فيه 2000 شخص. آخر من أسلم لهم العتقاء ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فذهبوا فأنتم إيه؟ الطلقاء. كم 2000. النبي ركز على الوجود ليه؟ ما الذي أخرهم عن الدين؟ إيه اللي أخرهم عن الإسلام؟ إيه اللي أخر أبو سفيان بن حرب عن الإسلام؟
يقعد 20 سنة من عمر الدعوة وفتح مكة فقط يدخل. اللي أخر معاوية عن الإسلام، اللي أخر صفوان بن أمية، اللي أخر عكرمة بن أبي جهل، اللي أخر فلان، اللي أخر الفين. في حاجة هنا، في حاجة في قلوبهم، في فكر ماشي يطلع، في حاجة ما أخروا ليه ومش عاوزين خايفين من إيه. فيقول سيدنا النبي قال في القلوب، فيبص كده تعالى أبو سفيان، لا أبو سفيان يبص لقطيع من الغنائم. قال له يعجبك عبد ده؟ قال له قال له شيل هو لك، وكمان تعالى هنا كم خير فضل. قال له يوم سيدنا خل المال اللي تشرب فيه خله، تعالى معاذ وعيالك. قال له هو عيالك، خد عيالك اللي انت عاوزه. هو ده اللي هيشهد عن الاسلام. صفوان بن اميه برضه كان واحد من الناس دول، قل كان محمد ابغض خلق الله اليه فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار احب خلق الله اليه. اتاخروا عشان كده، اتاخروا في الدين عشان نيه عصبيه قبليه، واتاخروا على مين؟ علشان النيه دي. ولا حول ولا قوه الا بالله. راى صفوان بن اميه سبحان الله رضي الله عنه ملك عطاء، فقال الرسول كده مرة ثانية. فالنبي قال له تعجبك يا أبا وهب هدفك من عندي؟ قال له يا رسول الله. قال له خد هيا. كل واحد من العطاء أو الطلقاء الأثنين دول احتاج حاجة إنما خدها هي لك، وأسلم ومت على لا إله إلا الله محمد ومحمد رسول الله. فلما فرق النبي الغنائم على هؤلاء وقوائلهم لم يتبقى للأنصار شيء واحد. صلى عليه لم يتبقى من للأنصار حاجة، اللي هم مين؟ بتوع المدينة. فزعلوا يعني خلوا على خاطرهم، محتاجين دور خواطر من سيدنا النبي دور خاطرهم. فقال اجمعوا للأنصار رجالة دورا على جنب، ما حدش ياخد منهم من الأنصار، والذين تبوأوا النار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلى الأنصار. أهل الأنصار على جنب. فحمد الله عملوا اجتماع وأثنى عليه وقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ كنتم تعبدون أصنام وربنا كرمكم به. ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به؟ ألم تكونوا كذا وربنا اداكم كذا به؟ قالوا رسول الله أمن. نعم احنا موافقين الحته دي، زعلانين على الوعاء حاجه من الدنيا تألفت بها قوما، حاجه ما زعلانين ما وسعتش عليكم دعاء، حاجه تفنى من اموال الدنيا، ثم متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. زعلانين ليه؟ ليه كده؟ سبحان الله. قالوا لا ده دعاء، ده حاجه تتألف بها قوما، انت كده زعلانين ليه؟ حتى قال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. قال والله لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. قال يا معشر الانصار اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برحالكم برسول الله؟ ما يخلون عظيم يحدون، بدل ما يكونوا كفره، بدل ما يكونوا على الشرك والضلال يدون فلوس، هديتنا مصر وتقولوا للاسلام مش عاوز منكم حاجه، خدوا اللي انتم عاوزينه، تزعلوا من الديات. اما ترضون ان يذهبون او ان يذهب الناس بالشيء والبعير وترجعون انتم برسول الله الى المدينه؟ ارجع معكم المدينه. فبكى الصحابه وبكى الانصار حتى احضروا لحم وقالوا لا رضينا برسول الله قسما وحظا، بس الحين ياخذوا اللي عاوزينه ونرجع بحكمه المدينه. صلوا عليه وسلم تسليما. لا احنا معاك، فلما ترجع معانا المدينه المنوره كفايه علينا، مش عاوزين لا مال ولا غيره، ترجع معانا المدينه المنوره. جبر الخواطر، جبر الخواطر من سيدنا النبي. كان يجبر خاطر الاطفال. انس بن مالك يقول لي كان ليا اخ صغير يكنى بابي عمير، واحد من الناس صلى الله عليه كان ليا اخ صغير يكنى بابي عمير، وكان معاه غايب يعني مصروف صغير في ايده شايله رايح جيبه. سبحان الله. فلما مات العصفور راى النبي ابا عمير هذا حزينا وهو صغير ده، قال له مالك يا ابو عمير؟ قال له يا رسول الله العصفور بتاعه مات، العصفور بتاعه الغايب بتاعه مات اكلته. فقرب منه فقال اهلا يا ابا عمير، ما فعل الغيب يا ابا عمير؟
معلش وقعد يوسد أخذ الواسع الصغيرة بموت عصفور لقبر من؟ لقبر خواطر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين قبر خواطر لعاوز ان ربنا يكبر خطره يكبر خاطر خلق الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم من عاش كابرا للخواطر أدركه الله في المخاطر. ثاني من عاش كابرا للخواطر أدركه الله تبارك وتعالى في جوف المخاطر. اكبر خاطر الناس، اكبر خاطر الصغير، اكبر خاطر الكبير، اكبر خاطر المريض، اكبر خاطر الفقير. ربنا سبحانه وتعالى يكبر بخاطرك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ففي ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ادعو الله. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد كمالات الله وكما يليق بكمالات الله. ابي الكريم اخي الفاضل، عباده الجبر والخواطر من اعظم العبادات. لما حد يقول لك اكبر خاطر فلان مش عيب. لما اقول ايه اكبر بخاطر فلان في كذا انا ما بسلموش ولا بعيد منه. وبالك من الحته دي حينما اقول اكبر خاطر اخوك المسلم يبقى انا بحب المسلم ده، يبقى انا بوقر المسلم ده، يبقى انا بحترم المسلم ده، مش ضدك ولا حاجه. لو اكبر بخاطر فلان يبقى فلان عزيز عليا، يبقى فلان غالي عليا. مش معنى كلمه قليل او صغير عشان يبقى فلان خاطر. خد بالك من دي. قبل الخواطر عباده ربنا عز وجل اوصى بها وهي وصف من اوصاف الله عز وجل، لان الله عز وجل هو الجبار يكبر الخواطر ويكبر الكسور. سيدنا النبي كان العباده اللي فيه كانت جبريل سيدنا رسول الله كان يكبر خاطر الصغير وخاطر الكبير والشيخ والمرأة كله كانت جبار الخواطر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيش على نية ومت عليه وربنا سبحانه وتعالى سيكبر خاطرك هو ولي ذلك والقادر عليه. طبعا اخ من اخواننا طالب الفتحه بيمشي ويجوز التوسل الى الله عز وجل بقراءه الفاتحه من باب انها عمل صالح. فنقرا الفاتحه على هذه النقرا الفاتحه. إني نعم فأمنوا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الأمر كله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غوث الملهوفين يا غوث المستغيثين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على سيدنا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.